لكل امرأة وفتاة سودانية معنا فأنت ما برك كل المجتمع معك. شاركوا معنا عشان ننهي العنف ضد المرأة وبناتنا. انت ما براك كل المجتمع معك. نحن كلنا معك ما وراك. نعم، الاستراتيجيات واضحة للتصدي للعنف ضد الأطفال وخاصة التصدي للعنف ضد الفتيات. كوني قوية ونحن هندعمك. أنا كرب أسرة أدين بشدة وأرفض أي عنف ضد المرأة. دعوها تنمو سليمة عشان أطفالنا وبعيدا عن العنف ومن أجل مستقبلنا ومستقبلهم نحن ننبذ العنف مهما كان. نسوان وفتيات بلادي مع بعض في الحلوة والمرة، والعنف مرفوض بالمرة. السلام عليكم، جيناكم من جديد في برنامج بلدنا على قناة المخرج الصغير. نحن الليلة بالمركز القومي لرعاية الطفولة الأمانة العامة بخصوص حملة 16 يوما. بقول لك انت ما براك، نحن كلنا معاك. عبد القادر عبد الله أبو، الأمين العام للمجلس القومي لرعاية الطفولة. اليوم نحن سعيدين بإعلان مناهضة العنف ضد النساء والفتيات على وجه الخصوص. تجيء هذه الحملة، حملة 16 يوم، للقضاء على كل أنواع العنف الاجتماعي والجنسي والنفسي وغيره من أنواع العنف التي تعرفنا عليها في منظومة أو مخطوطة الانتهاكات المعروفة. جاء هذا اليوم من يوم 25 نوفمبر حتى يوم 10 ديسمبر. هذا اليوم اعترفت به الأمم المتحدة رسميا، وبالضبط في عام 1999 تحت شعار كلنا ومع بعض نوقف أو نكبح العنف ضد النساء والفتيات. اتفقنا معهم في هذا الشعار من ناحية الالتزام الأخلاقي والعقدي، وكذلك من ناحية التشريعات والقوانين التي شرعتها الأمم المتحدة، وكذلك التي نادت بها المنظمات الإقليمية والدولية على المستوى الإقليمي والعربي. فالغرض من ذلك أن نذبح كل ما يضر بهذه الطفلة كالزواج المبكر أو زواج يعني بسموه CM Child Marriage، وكذلك بتر الأعضاء التناسلية للطفلات FGM Feminine Genital Mutilation. فهذه هي جاءت نتيجة أعراف وتقاليد وعادات موجودة بالتشريعات والقوانين التي سنتها القوانين الوطنية وقوانين المجلس. نحن نذبح هذا الأمر ونعلن مع شركائنا في المجلس عن انطلاقة الحملة الإعلامية القومية لحماية الأطفال من كافة أشكال العنف بالتنسيق مع شركاء الطفولة الوطنيين والدوليين في بداية العام 2023. وبالتالي المجلس القومي لرعاية الطفولة يعني يعزز هذه التشريعات ويجدد فيها التزاماته القانونية والأخلاقية. وبهذا نشكر كل الذين يعملون معنا على المستوى الرسمي وعلى المستوى الشعبي. نشكر كل منظمات المجتمع المدني الوطنية وكذلك الدولية التي تعمل معنا في إطار الطوارئ من أجل تعزيز ورفع جانب التوعية الاجتماعية المستمرة. نشكر في هذا الجانب مؤسساتنا الرسمية، وزارة المالية، وزارة التنمية الاجتماعية، مجلس السيادي، شركة الموارد المعدنية، ووزارة الحكم الاتحادي، ووزارة الزراعة أيضا تدخلت بقوة في هذا الاتجاه لتعزز الأنشطة الخاصة بالطفولة وبرامجها المختلفة. وكذلك نشكر كل ولاة الولايات الذين يقفون جنبا إلى جنب مع الآليات الفاعلة لحماية الطفولة وهي مجالسنا الموجودة على المستويات الولائية. ونشكر أيضا كل من يساهم في هذا الجانب لتعزيز برنامج حماية الطفولة بكل أنواع الحماية المعروفة في غاموس حقل الطفولة. ونحن في المجلس القومي لرعاية الطفولة نقف إن شاء الله جنبا إلى جنب مع أطفالنا حتى يروا الأمن والاستقرار الذي ننادي به في كل المستويات. ونشكر أيضا قناة أو برنامج المخرج الصغير وعلى رأسها الأستاذ بدر الدين وأركان سلمي لتعزيز ومناصرة الأطفال في منابر الإعلام المختلفة. ونشكر كل مؤسساتنا الإعلامية
المناصرة للأطفال في السودان. أنا أميرة أزهري، بعمل بالمجلس القومي لرعاية الطفولة، أمين لأمانة تنسيق الشراكات وشؤون الولايات. المجلس القومي لرعاية الطفولة يحتفي ب 16 يوم للتصدي للعنف ضد الفتيات والنساء، ونحن معنيين بأي شخص هو أقل من 18 سنة بالتأكيد. حريصين على ضمان حق الفتيات في الحماية من كافة أشكال العنف. المجلس القومي لرعاية الطفولة عدد من الشركاء ناصروا في الفترات السابقة يعني المسابقة والتوقيع على كافة المواثيق الدولية والإقليمية ذات الصلة بهذه القضية. الحمد لله السودان موقع على عدد من الأطر الدولية والإقليمية اللي بتوفر الحماية لفئة الفتيات والأطفال بصورة عامة، ولكن في تركيز على الفتيات لأنهم هم الأضعف في المجتمعات. المجلس يعمل في إطار ضمان الحقوق الأساسية للطفل وحماية الفتيات من العنف بكافة أشكاله. واحدة من هذه الحقوق المجلس لديه عدد من التدابير المضمنة داخل خطة الطفولة الشاملة، وهذه التدابير يعني تهدف إلى عدد من الأهداف الأساسية، توفير الرعاية منها توفير الرعاية والحماية والتنمية للفتيات والاستماع إلى آرائهم والمساهمة في حل مشكلاتهم بيقيهم من كافة أشكال العنف. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا في السودان على إنفاذ القوانين والاستراتيجيات والتدخلات الخاصة بحماية الفتيات من العنف. بالتأكيد نحن في السودان محتاجين لقانون متخصص لحماية الفتيات من العنف، استراتيجيات أيضا توفر هذه الحماية زي ما قلت لأنهم هم الفئة الأضعف. هنالك أشكال كثيرة من العنف تمارس في مجتمعاتنا ضد المرأة بشكل عام وضد الفتاة، ومنها العنف اللفظي ويأتي في شكل ألفاظ جارحة ومسيئة للمرأة وفيها إيحاءات جنسية. أيضا العنف البدني ويأتي في شكل سلوكيات وممارسات جنسية، والعنف الجنسي بشكل فيه أفعال جنسية تجاه المرأة تؤثر على وضعها النفسي والصحي والبدني، وأيضا العنف الاجتماعي المبني على على النوع، وده اللي هو بيمنع المرأة من حقوقها في التعليم وفي تبوء بعض المناصب. يأتي هذا الاحتفال ب 16 يوم لوقف العنف ضد المرأة والفتاة تحت شعار توحيد الجهود تجاه وقف العنف ضد المرأة، ودي مناسبة لنستشعر قيم مجتمعنا المستمدة من الدين الإسلامي في تكريم المرأة وحمايتها ووقف كل أشكال العنف ضدها ومن كل الأديان السماوية، وأيضا القيم الثقافية الكثير في متأصلة في مجتمعاتنا تحمي المرأة وتعلي من شانه، ودي دعوة للجميع لوقف العنف ضد المرأة وحماية المرأة وإعطاء البنات والنساء حقوق كاملة في المجتمع. المجتمع السوداني حقيقة يمارس أشكال مختلفة من العنف في الإيذاء النفسي والجسدي، وأشكال مختلفة من تداعيات الإتجار بالبشر، التمييز والحرمان من التعليم، وهي أشكال من العنف الذي يقع على أساس النوع. النساء والأطفال والفتيات في السودان هم نواة هذا المستقبل والجيل القادم، فيجب أن يكون هنالك اهتمام خاص برفع هذا الظلم والعنف عنهم. المجلس القومي لرعاية الطفولة باختصاصه الذي ينص في قانون إنشاء المجلس القومي لرعاية الطفولة في 2008، واحدة من أهدافه واختصاصاته هو مناصرة قضايا الطفولة بصورة عامة، وبالتحديد قضايا الفتيات، ووضعت الكثير من الحملات التوعوية والبرامج التي يعني تدعو مع الشركاء
وفي تنفيذه لأن يعني يرفع هذا العنف ونكافحه بعدد من الأشكال. كما ذكر أن القوانين كثيرة أصدرت وتم تعديلها وكل لحماية الفتيات والنساء، ولكن يبقى تغيير المفاهيم والسلوك هو المحك في هذا، لأنه ممارسة العنف بتأتي بالثقافة الموجودة في المجتمع وتفرض على النساء والفتيات، ويصبح بعد ذلك الإيذاء واضح الذي يعني يخيف ويعني ويعيق عمل النساء وتقدم البنات في التعليم وغيره. فإن شاء الله المجلس القومي لرعاية الطفولة في بداية عام 2023 يعني يتم انطلاق حملة إعلامية قومية للتوعية وبهدف إنهاء ومكافحة العنف ضد النساء والفتيات في السودان. ويعني أنا من هنا يعني بناشد المجتمعات المختلفة فأنه يكون التفكير في مستقبل هذه البلاد هو يعتمد على أن تعيش الفتيات والنساء في جو مستقر ومتوازن، ويعني حتى وإن المرأة أو الطفلة تقدر يعني تقدم في المستقبل ما هو يعني فيه خير لهذا السودان إن شاء الله.